مرات البواب ايه ما اقولكوش، صاروخ ارضي جوي. على الهادي يا زبادي. ما تنسوش تعالى هنا اعملي لايك حلو على الفيديو وتعليق لو حبيت واشتراك في القناة فضلا وليس امرا. وحشتوني قوي قوي قوي. يلا بينا نبدأ حكاية جديدة النهاردة ونشوف مرات البواب كانت عايزة ايه من الراجل. يا لهوي. ام احمد هي مرات البواب، وطبعا هو كان ساكن جديد ما كانش يعرف غير ان هي ام احمد. ام احمد وابو احمد ناس جايين من كوريا، وجم راحوا في بلد في محافظة كبيرة علشان يشتغلوا، وهي خلاص يعني مش لاقيين شغلهم في البلد اللي هما كانوا فيها. وفعلا راحوا لقيوا عمارة، وحد اداهم قال لهم العمارة دي كانت محتاجة بواب، وهيديكوا يعني زي الشقة اللي من تحت دي اللي هي تقعدوا فيها، يعني زي أوضة كده وحمام مطبخ صالة صغيرة، حاجة بسيطة خالص. المهم ام احمد كانت عليها حتة دي نفس في الاكل. يا لهوي. اولا هي من النوع الجامدة قوي، الستات اللي كده اللي زي ما تقولوا المعلمين كده، الطول بعرض الحلاوة الجمال كله، ولكن كانت مهملة في نفسها، ولكن كانت مستنية اللي يلمس الجمال بتاعها، اللي يحس بالحلاوة اللي جواها. احمد كان عليها شوية اكل بتشمشم العمارة كلها على اكلها. عندنا اخونا جمال ده واحد مغترب جاي من بلده علشان يشتغل، كان بيبقى شغال كده في جيم، هو عضلاته طول بعض فلايق قوي قوي على ام احمد. المهم ما علينا، ام احمد جوزها ابو احمد ده صغير كده، يعني تحسه صغنن كده وقصير، بس اهو شغال يعني احمد معاهم الحمد لله. نكمل حكايتنا. ضحكتوني. كواليس رهيبه. طبعا هو طالع وهو نازل، ولما بيجي من ميعاد الجيم والشغل بتاعه، بس اللي خلاص قعدوا في اماكنهم وكده، وتبدا تمسح السلم عشان تبقى نظيفة او تكنسها عشان اللي طالع واللي نازل. في كل وقت والتاني تحاول تخلي شكل العمارة حلو عشان الناس ما يقولوش عليهم ايه العفونة دي او ايه الحاجات الوحشة دي ويطردوهم ويمشوهم. وهي ما صدقت لقيت مكان نظيف بالشكل ده وشغلانة لجوزها، وهي كمان كتير قوي ناس بتديها بقشيش، كتير ناس تطلب اكل منها. مش تطلب اكل هي اللي تعمله، لا، يعني روحي هاتلنا الاكل الفلاني، او انت كنتي طبخه ايه امبارح الريحه كانت ضاربه لغايه عندنا فوق. تقول لها ابدا ده شويه سمك عملتهم صينيه سمك، انما ايه اللي قلبك يحبها يا مدام. تقول لها قولي لي الطريقه، او تجيب السمك وتخليها واقفه وتقول لها اعملي لي كذا واعملي لي كذا، تجيب لها يعني جوانتات وكده وتخليها تعمل الاكل قدامها. وكانت بتديها فلوس مقابل ان هي بتساعدها مثلا مره في الاكل او لو عندها عزومه. وجمال ده بقى وهو طالع في مره وهي كانت عامله محشي وصينيه بط، ومن عاده الغدا بالنسبه لهم بيبقى عشاء، اللي هو بعد ما جوزها يخلص شغل على 7-8 يقعدوا كلهم على طبلية واحدة وترابيزة واحدة وياكلوا. والحلاوة خالص يعني ان جمال وقتها كان راجع من الجيم بتاعه من شغل، وهو طالع شامم الريحة. يا لهوي. فراح كده كان الباب مفتوح، فبتقول له اهلا اهلا يا استاذ جمال اتفضل. قال لها والله انا فعلا هتفضل، انتي حاطه الاكل ايه ده كله ده محشي وبط؟ يا شيخه حرام عليكي ده انا جايه من الجيم. وكان من عادته بيضحك ويهزر معاها وهي نخشه قوي وتقعد تضحك وتهزر وتحب الكل، وعشان كده هي ثابته في مكانها مهما جوزها قصر ما يقدروش ابدا يشكوه او يشتكوا منه او يقولوا له يمشي. راحت قالت له والله لا تدوق. مسكت صباع ورق العنب كده وهات وهي في بقه. قالت له هتكون بتقرف. قال لها والله لو اقرف من الكل انتي قلبي، انتي بالذات لا. اكل فيلم فعلا منها صباع المحشي وقال لها انتي مستنيه جوزك ولا ايه؟ هو ابو احمد فين؟ قالت له ابدا ده الباشمهندس ناداله وراح له يجيب له ايه شويه طلبات وجاي. كنا لسه هنتعشى والله. قال لها طب ما اقعد اتعشى معاكي عقبال ما ابو احمد يجي. قالت له احنا نطول تقعد تتعشى معانا؟ والله لا تتفضل. فعلا قعد معاها، ولكن رجلين من تحت لمست كل حاجه، حست بيها ام احمد، ولكن كانت مبسوطه قوي على مزاجها قوي قوي. ولما حس ان ابو احمد جه بره، لان طبعا ما عندوش شخصيه في البيت، قعد كده عشان يدخل شقته. راح جمال حس ان هو جه، راح قال لها بقول لك ايه عندي قميصين ونفسي قوي في صينيه المحشي اللي انت عاملاها دي، هستناكي تعمليها لي فوق. بصيت له كده وقالت له من عيوني الاتنين، بكره ولا بعده لو فاضي ابقى قول لي. قال لها خلاص هستناكي بكره، انا بكره اجازه وقاعد في البيت، تعملي لي صينيه زي دي عشان بكره الفري بتاعي. فابو احمد قال له طب ما ينفعش بس يا استاذ جمال، اصل كانت المدام عايزاها بكره تعمل لها حاجات معينه. راح قال له بقول لك ايه انا بكره يعني بكره ام احمد تيجي تعمل لي الاكل. قال له لا احنا ما نقدرش نرفض لك طلب. ام احمد قالت له تتدخل في ايه يا راجل، انت مالك انت؟ عيوني الاتنين يا استاذ جمال، بكره هكون عندك. قال لها استنيكي. جاب لها فعلا الطلبات بحجه ان هي هتعمل، هو اداها الفلوس. قالت لا لا يعني هاتي الطلبات عشان تعملي، طبعا دي حاجه كده علشان خاطر ايه ما تبانش حاجه. دخلت هي الصبح فعلا وساب لها المفتاح وقتها وقال لها انا هفتح
ونادى على جوزها عشان يطلع ياخد المفتاح. قال لها اديلي مراتك عشان الصبح تطلع تعمل الاكل وانا نايم. قال له حاضر. خدت المفتاح وطلعت فعلا هو كان نايم، عملت الاكل كله. وبعد ما خلصت الاكل راحت غيرت لبسها على طول، نزلت غيرت لبسها وطلعت تاني. لبست الحته بقى ايه السودا اللي تبقى ماشيه عامله كده اهو بالظبط، وراحت دخلت خبطت عليه وصحيت. قال لها ايه ده انت هنا من امتى؟ قالت له لا ده انت نايم مش الصبح، انا هنا من بدري خلصت لك الاكل. قال لها طب حطي ده انا هموت من الجوع. راحت عشان تحاضر، هو دخل وراها على طول وقال لها المحشي من ايديكي ليه طعم تاني خالص خالص. انا مش عارف، ما كنتش هعرف ادوق المحشي بالحلاوه دي بصراحه، تجنني انتي خساره قوي قوي في بعض. يا لهوي، ما تقعدي تتغدي معايا وانا يعني هعرف اتغدى لوحدي؟ اقعدي بس والله ما انتي نازله. فعلا حكم عليها ان هي ما تنزلش واداها المبلغ الحلو حلو قوي اللي راضي ابو احمد لما هي تنزل، وهو كمان اتبسط قوي وهي اتبسط. حته بلدي كده ما كانش متعود عليها. وزي ما قلت لكم كل حاجه بتبقى على الهادي يا زباين. باي باي.